اليوم ان شاء الله نقدم لكم الفيديو اللي هو غيكون سريع ونحاول ما نطولش عليكم. فسلطه ديال الكينوا اللي هي حبوب ديال الشيا. هذه حبوب الشيا هي الكينوا. انا غادي نزيدها القمح شتو رقدتو واحد 3 سوايع في الماء سخون. ها هو تبارك الله وصلت عندي هو هذاك. دابا غندوزو للسلطه ديالنا. سلطه يعني سلطه صحيه لجميع الاعمار. بالنسبه ما غندير لا ملح لا بزار لا حتى شي حاجه. غندير الثومه وزيت الزيتون وغندير الحامض. ها هما انا عصرت حامضه ودرت 2 معالق ديال زيت الزيتون وفص واحد ديال الثوم. هذه هي لاصوص باش غنخلطوا السلطه ديالنا. وطبيعي ومن بعد غادي ندخل فيها حتى المكسرات. بالنسبه للمكسرات انا غندخل فيها الكركاع، وبالنسبه للفواكه الجافه غندخل الزبيب الاسود. فعلى بركه الله. بالنسبه للمقادير كلهم غنكتبهم لكم في صندوق الوصف. مقادير اللي هي سهله وبسيطه. غناخذوا الخص ديالنا بطريقه سهله. غنفرشوه الخص من بعد ما نقيناه مزيان ونقعناه في الماء ونحينا منه الوسخ والبكتيريا. غادي نفرشوا الخص ديالنا هنايا باش من بعد السلطه ديالنا غنديروها في هذا الطبسيل هذا. غنزلوا سلطه ديال الكينوا. فهي سلطه معروفه وغنيه عن التعريف وجد سهله. سلطه الكينوا يمكن تدخل فيها اللي بغيتي. بالنسبه للفواكه انا بغيت ندخل التفاح، نتوما تقدروا تدخلوا الرمان، تقدروا تدخلوا الاناناس، يعني على حسب الاختيار. فغادي نفرشوا الخص ديالنا هو الاول هنايا. عادي بطريقه عشوائيه. حط المهم يكون ديكور زوين مليح في التبصيل. ويا اصدقائي راهو البساطه هي كل شيء. البساطه هي كل شيء في الطياب. باش ما كان الطبخ ديالك بسيط راك غتكون مزيان. الخص مهم يا شباب. انا نحب الخص. السلطه عندي الخص عندي هو كل شيء. ايوا دابا التبصيل ديالنا هو واجد. ماشي مشكل ندير هاد الخصات هنايا. هانتوما شباب البصله ومطيشه. الخيار بالنسبه للخيزو حتى هو نقدر ندير كيما مرصويات صغار ما درتوش. درت في بلاصتو الخيار. تقدروا تزيدوا خيزو اللي عندكم خيزو زيدوه حتى هو تيعطي واحد اللون زوين في السلطه. عندنا الفلفله حاره درت واحد شويه ودرت فلفله حلوه نخلطوهم مع بعضياتهم. دابا غادي ندير المعدنوس. غنديروا المعدنوس ديالنا. غنديروا النعناع. غنديروا القمح. هذا القمح طاير. راه القمح رقدتو في الماء سخون. ها تبارك الله فتي. هذا القمح ديالنا. هذا البذور ديال الشيا. غنديروا بذور ديال الشيا وندير النص هنايا والنص غنديرو من بعد. التفاح ها هو التفاح حتى هو نديرو. السلطه ديالنا واجده. شنو بنخلط وبندريسيها في الطبسيل ومن بعد نزيد على الزبيب والكركاع. هانتوما تخلط واحد الخليطه بحال هكذا. خليطه يديا الكوانتيات. ما عندكش الكوانتيات تخلط بالمعالق.
بحال بحال. المهم ضروري من النقا هو اساس ديال الطبخ. دابا شنو غنديرو؟ غنزيدو هنا عندنا الحامض، ودرس ديال الثوم وزيت الزيتون. نخلطو السلطه ديالنا. من الاحسن ما ديروش لا ملح لا بزار، اللي بغى يدير الملح يديرها بوحدو، ملح وبزار والتوابل هذاك اللي تتعجبو يديرها بوحدو، فهمتي؟ هذه صحيه. دابا غندريسيو التفصيل ديالنا. دريساج ما شاء الله طلع واحد البنه يعني في السلطه روعه. بالنسبه للمقادير يا شباب حسب الرغبه، انت حسب الرغبه تبي تزود، تبي تزيد في المطيشه، تبغي تزيد في البصل، تبغي تزيد في الفواكه، انت شوف شنو بغيتي. المهم هادو الاساسيات ديال السلطه ديالنا اليوم، وتنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. دابا اش غندير الحبوب ديال الشيا، غنديرهم من الفوق. دابا غندير الزبيب الاسود، تقدروا ديروا الزبيب الثاني عادي متوفر، الزبيب الاسود ما شاء الله. ما نكثروش بزاف، فيها قياس صافي. ودابا غنديروا الكريكيعات. عندك اللوز دير اللوز، عندك اللي عندك الفواكه المتوفره، عندك الفواكه المكسرات متوفره عندك في الدار عادي. ما عندكش مكسرات ما ديرش، ماشي مشكل. فهذه السليطه ديالنا كتشوفوا فيها سامبل وروعه.